في يوم من الأيام كانت سارة بنت جميلة عندها شعر كيرلي ناعم زي السكر. بتحب تروح الحضانة كل يوم وتلعب مع أصحابها وتلون وترسم. بس كان عندها عادة صغيرة مش لطيفة. كل لما تشوف لعبة تعجبها كانت تحطها في شنطتها من غير ما تقول وتروح بيها البيت من غير ما حد ياخد باله. وماما كانت دايما تزعق وتقولها لازم ترجعوا الحاجات لأصحابها. وفي يوم ماما جابت لها عروسة جديدة جميلة قوي، لابسة فستان بينك وشعرها لامع، وسارة كانت فرحانة جدا. تاني يوم سارة قالت لمامتها عايزة اخد العروسة معايا الحضانة يا ماما. وماما وافقت وقالت لها بس خلي بالك من حاجتك يا سارة. في الحضانة كل أصحابها اتجمعوا حواليها علشان يشوفوا العروسة الجميلة، لكن وهي بتلعب واحد من الأطفال أخد العروسة وسارة ما أخدتش بالها. ولما خلص اليوم دورت في شنطتها ما لقتش العروسة. قعدت تعيط وتقول ماما عروستي ضاعت. وماما مسكت إيدها وقالت لها بهدوء شايفة يا سارة لما حد ياخد حاجة مش بتاعته صاحبها بيزعل قد إيه؟ سارة سكتت وفكرت في كل الحاجات اللي كانت بتاخدها من الحضانة وحست إنها كانت غلطانة جدا. تاني يوم ماما راحت معاها الحضانة وسارة كانت متضايقة وهي بترجع كل الحاجات اللي كانت واخداها قبل كده. ومن يومها سارة بطلت تاخد حاجة مش بتاعتها وتعلمت برضو تحافظ على حاجتها.